تخافيش وربي، وربنا هو اللي بيرزق، وكتري الخير في بيتك، وكفايه ان انت تكوني بتنتجي. حتى لو الانتاج دوت هيفيدك، هيفيد اسرتك، او هيبقى اكتفاء ذاتي ليكي واسرتك. العصر بقى، بعد العصر يعني كده بطلعهم بقى يتهووا في طول النهار بقى ايه، ياكلوا ويشربوا برضو كده في السطح كله. طول النهار ببقى حاسبهم عشان ايه، الحر والاحتباس الحراري ما يحصلهمش احتباس حراري. اصلا الاوضه دي طراوه جدا، ليه مفتحه، فيها شباك، والعريشه من فوق برضو فيها فتحات، فطبعا بيدخل لها هواء وفي نفس الوقت ضله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي يا احلى متابعين في الدنيا واحلى مشاهدين. النهارده هعمل لكم حته سقوه بقى، سقوه مفيده جدا لكل الطيور، حلوه مفيده جدا للفراخ، عايزين نربي عنقود البيض عند الفراخ. مفيده جدا للحمام برضو عشان البيض وعشان التخصيب عند ذكور الحمام. حلوه جدا برضو للبط، حلوه لكل الطيور، مفيده جدا لكل الطيور. النهارده السقوه بتاعتنا سقوه قويه، بس عايزين قبل ما ندخل بقى على الفيديو نعمل اللايك بتاعنا والاشتراك لو لسه ما اشتركناش. وايه رايك يا حبيبه ناكل البط الاول؟ بصوا واقف ازاي. طبعا مش هقدر اعمل اي حاجه الا اما اكله الاول. ليه بقى؟ لاني اول ما هروح كده هيجي ورايا. بصوا ادي هيفضل يمشي ورايا ويلف السطح كله ورايا. اروح كده يجي ورايا، يجي كده مش عارفه اشتغل منه. فانا الاول قبل ما ابدا في اي حاجه اكل البط وافطره عشان يهبط بقى في حته ويبعد عني خالص. فتعالوا بقى نفطر البط الاول. ده ايه؟ ده الاكل بتاعه اهو. وعاوزه اطلب منك حاجه يا حبيبه، معلش يا بوبوس حبيبتي، بوبوسيه حبيبه قلبي، هاتي لي الكاب عشان الشمس جامده قوي على السطح، معلش. انا هحط لهم الاكل جوه علشان الدنيا شمس زي ما انتم شايفين. هندخل الاكل جوه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. دخلوا كلهم؟ لا لسه بره. يلا الدنيا شمس، يلا. بس مش هتدخل عشان انت واقفه. املى لهم بقى ايه الميه، اغير لهم الميه بتاعتهم. تمام. طبعا هنفتح الحنفيه هنلاقي الميه سخنه. الميه سخنه بتغلي حبيبه، الميه سخنه نازله من الحنفيه. الميه نازله من الحنفيه سخنه بتغلي حبيبه. ايه مش مركزه معايا. بصوا لازم نسيبها كده شويه، يعني قيمه دقيقتين بس. لما الاقيها بردت كده طبعا في الحر دوت ممكن نحط في الميه ليمون بقشره علشان الاحتباس الحراري والكلام ده كله، حلو جدا. ماشي. هنأكل بقى ايه اول حاجه قبل ما اقول لكم على السقوه بتاعتنا النهارده. هنأكل الفراخ وهنأكل الحمام، هنأكل كل الطيور على السطح، وبعد كده اقول لكم على السقوه هي ايه. اذا انا المفروض ما احطش ميه، احط السقوه. طب بصي هحط الميه وارجع ازود لهم تاني من السقوه. ماشي ماشي. السقوه احنا حاطينها. تعالي تعالي يا فندم. بصي بقى انا هلبس ده علشان ناكل الحمام الاول. عندي الحمام محطوط في عز ايه، في عز الحر. دي الكلفه
بتاعت الحمام اهي. دي الكلفه بتاعت الحمام. بصوا برضو طلع برضو مش هعرف امشي منه. تعالي كده نشوف الحمام يا حبيبي. الحمام بتاعنا مطلع اهو، بسم الله ما شاء الله. هو عنده بعض الاكل يعني مش هحط كتير. اغير له الميه، نقفل عليه لحسن يطير. اهم حاجه نقفل عليه. وبرضو عايزين ناكل الحمام اللي هنا. وبرضو هنزود الميه بتاعته. الحمام بقى عندي بقى ايه يعني، دول بره، في حمام تاني جوه كتير. تعالي ناكله برضو. دي الميه، بحط له الميه هنا. بغير له الميه مرتين في اليوم لازم طبعا. تمام. هو ازاي ما كانش خايف منك؟ ايه؟ ازاي ما كانش خايف منك؟ لا ما هو عشان لازم ياكل، متعود عليا. كل حاجه في السطح متعوده عليها طبعا. سايبه اكلهم طبعا كل يوم، هطلع لهم 3 مرات في اليوم، فلازم طبعا يبقوا عارفيني يا حبيبه يعني. البط بيدور على الميه، اتاخرت انا عليه، معلش اسقيكوا دلوقتي، بس عامله لكم سوا ايه؟ لوز اللوز. ما تقلقوش هتشربوا. طبعا احنا كده اكلنا الحمام وسقيناه. نعمل بقى السوا بتاعت البط والفراخ. هو انا بنسى ليه النهارده؟ برضو حطيت الميه للحمام من غير ما احط له سقوه. طب اعمل ايه؟ نخلي الحمام لبكره طيب؟ عادي ممكن تصب الميه وتحط كده كده يا حبايبي. انا لازم السقوه دي بعملها 3 ايام في يعني 3 ايام ورا بعض. ما ينفعش اعملها يوم وبطل يوم، لازم 3 ايام ورا بعض. ليه بقى؟ علشان الحاجه تستفيد اقصى استفاده منها. يعني ما اعملش يوم وبطل يوم واعمل، لا لازم نعملها 3 ايام ورا بعض. حتى برضو باي سقوه، يعني سقوه برضو اللي هي بتاعت مضاد السموم، خل او كلور او بيتادين، اي حاجه. ايوه حبيبه مستغربه. ايوه كلور او بيتادين، اي حاجه مضاده للسموم، اي حاجه تقتل الفيروسات بمعنى اصح. طب مش هي غلط على لا مش غلط، ما احنا بنعملها بنسبه يعني بسيطه. يعني بنحط مثلا معلقتين خل او معلقتين كلور على لترين ميه، وبرضه بنسيبيها 3 ايام. اي حاجه بنعملها للطيور هي بتبقى عباره عن 3 ايام ورا بعض. فتعالي بقى نعمل السوا للبط والفراخ. اغير بس الميه دي ثواني. خلصنا. تعالي بقى نقفل كده عليهم. ليه بقى؟ انا ليه بدخلهم في الاوضه هنا؟ علشان الاوضه دي اكتر اوضه طراوه عندي على السطح. بقفل عليهم كده طول النهار، وبعد العصر بقى، بعد العصر يعني كده بطلعهم بقى يتهووا طول النهار بقى ايه، ياكلوا ويشربوا برده كده في السطح كله. طول النهار ببقى حاسبهم عشان ايه، الحر والاحتباس الحراري، ما يحصلهمش احتباس حراري اصلا. الاوضه دي طراوه جدا، ليه مفتحه، فيها شباك، والعريشه من فوق برده فيها فتحات، فطبعا بيدخل لها هواء وفي نفس الوقت ضله. فطبعا انا لو سبتهم في الشمس كده ليل ونهار يعني هتضربهم بقى الشمس، وهيبقوا مش هياكلوا ولا يشربوا ولا يعملوا اي حاجه. فالاحتياط واجب على راي المثل. احنا نحطهم جوه طول النهار، واخرجهم اخر النهار يتهووا وياكلوا ويشربوا ايه ويتدلعوا. ف كده بقى خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. عملنا وفي فيديو تاني برضو هنعمله مفاجأة ليكوا وانتوا تتفاجئوا. حبيبة بتحفزكم، بتقول لكم يعني خليها مفاجأة. ما بتقول لي تقوليش. خليها مفاجأة. خلاص ما اتكلمش، خلاص مش هتكلم، خليها مفاجأة.
خلاص احنا كده عملنا بقى الروتين بتاعنا، اكلنا الحمام والفراخ والبط وكل حاجه. طبعا انا الطيور بتاعتي دي مش هي الطيور بتاعتي كلها، ده انا كان السطح بتاعي ده مليان طيور، يعني مش قادره اقول لكم. كان في ارانب، وكان في خرفان لو زمان ومعيز، برضو كان في عجول، وكان في عجول كمان. بس كنت بربي في الاوضه ديت مر بقرة. عليه الزمن. بس الحمد لله يعني يعني ايه بيقول لك دوام الحال من المحال، ويعني كل حاجه بتتغير. فانا ان شاء الله هرجع بكامل قوتي تاني، وهربي برضو، هجيب ارانب وهجيب رومي ان شاء الله، ربنا يقدرني. وهجيب عايزه ايه تاني يا حبيبه على السطح؟ خرفان. الديوك دي بقى، دي ما كنتش عاوزاها ديوك، انا كنت جايباها فراخ، بس سبحان الله طلعت كلها ديوك. تقريبا هما بيبقوا فارزين الديوك بتتباع في السوق. انا بقى كنت ما اعرفش الموضوع دوت، جبتهم على اساس ان هما كانوا لسه سن اسبوعين، ومن ايام كلهم من غير عرف، على اساس ان هما ايه بلالين كلهم، طلعوا كلهم ديوك. فان شاء الله ان شاء الله هحجز. انا بقى دايما كنت بجيب طيوري من وزاره الزراعه، هروح احجز في وزاره الزراعه، وهجيب بقى كتاكيت كده حلوه، هتطلع طبعا فيها ديوك وفيها فراخ، بس هتبقى ايه مشكله وحلوه. هروح احجز ان شاء الله بكره او بعده، وهاخدهم بعد اسبوع او بعد 15 يوم. خليها بعد اسبوع احسن ان شاء الله. وهجيب رومي وهجيب ارانب وهجيب ان شاء الله، يعني هملى السطح ده خير تاني باذن الله. وطبعا انا بقول نصيحه لاي واحده، ما تخافيش وربي، وربنا هو اللي بيرزق، وكتري الخير في بيتك، وكفايه ان انت تكوني بتنتجي. حتى لو الانتاج دوت هيفيدك، هيفيد اسرتك، او هيبقى اكتفاء ذاتي ليكي واسرتك، بس مش يعني خلي كده ايه عندك انتاج. يعني لازم كلنا نبقى منتجين في الظروف الحاليه اللي البلد فيها، مش البلد بس، العالم كله في ازمه اقتصاديه. لازم كل انسان فينا يفكر ازاي ينتج، حتى لو الانتاج دوت هيبقى دخل ليكي بس في بيتك، ليكي ولاسرتك. يعني هتبطلي تشتري منتجات لحوم ودواجن من بره. الانتاج في بيتك بيكفيكي انت، بيكفيكي انت واسرتك. لو عايزه طبعا تكتري بقى وتبيعي، ده طبعا بيبقى مشروع حلو جدا، وتبيعي كمان وتكسبي، يبقى خير وبركه. يبقى احنا دلوقتي بنقول ان التربيه حلوه، بس الاهتمام برضو حلو. لازم تهتمي بجورك، اكل وشرب وتغذيه، زي ما انت شايفه كده الوصفات اللي احنا بنعملها دي زي مكملات غذائيه. ما تسيبيش طيورك كده تبقى هفتانه وضعيفه وتدبل معاكي وتبقى متاثره باي فيروس يجي. لا، لازم تغذيها كويس عشان تبقى متاسسه، تقاوم الامراض معاكي، وتبقى مناعتها قويه. وطبعا كل الوصفات اللي احنا بنعملها ديت بتبقى قيمه مضافه، قيمه غذائيه مضافه. تمام. فهنقول بقى سلام. لا لسه ثانيه واحده عشان لسه عايزه اقول لهم حاجه. قولي يا حبيبي. اول حاجه حبيبتي عايزه تقول لكم بقى حاجه مفيده. الاول بس اقول لكم ان المفاجاه دي هتعجبكم جدا، ولازم ده حتما يعني اعملوا لايك واشتراك علشان ننزل لكم المفاجاه ان شاء الله. وما تنسوش برضو تدخلوا على الصفحه عشان هتعجبكم حاجات كتير قوي ومفيده كمان. ماشي يا بوبس. يلا كده باي باي. كل اللي انت قلتي عليه. ايوه يلا باي باي. مع السلامه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.